بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص مشروع تسمين 10 عجول بقر خليط. دورة تسمينهم 150 يوم، يعني 5 شهور. أنت راجل محترم عايز تشتغل في مجال تسمين العجول، أول حاجة أو ألف ب لازم تشتري العجل مواصفات كويسة. العجل يكون شبعان، والمواصفات بتاعته فتحة صدره، العظمتين الخلفية بتوعه مفتوحين أوراد، العمة بتاعته مرفوعة، يكون صحة وحيوية ونشاط 100%. يكون عجل من الآخر عشان تقدر تاخد منه مناعة وتاخد منه تحويل. أول شيء هتنزل السوق تشتري 10 عجول، ويفضل تجيبهم خليط، وبلاش البلدي وبلاش اللي هو البيور قوي، عشان برضو السعر وعشان التحويل. البلدي تحويله ضعيف، والبيور اللي هو السمنتر والشاروليه تمام دولك اسعارهم غاليه في السوق. ولكن انت هتنزل تجيب العجل الخليط، بيبقى مناعه كويسه والتحويل بتاعه مقبول، بيبدا من كيلو لكيلو 300، واحيانا في عجول بتجيب الكيلو ونص تحويل يومي. وطبعا ده بيرجع لتحصينك والعلفه بتاعتك. يبقى اول شيء هتجيب 10 عجول سكة 25,000. 10 عجول كلك في بعض مدربين معاك 25,000 جنيه، يبقى تمن ال10 عجول واقفين عليك ب250,000 جنيه. وطبعا الموازين بتاعتهم تقريبا وليس تأكيد، الموازين بتاعتهم تقريبا هتبدأ من 120 ل 130 ل 150 بالكتير، ودي بقى بترجع على حسب شطارتك وفصالك داخل السوق. ان شاء الله التحويل اليومي بالنسبة للعجول هيبدأ معاك من كيلو 100، وفي عجول هتجيب الكيلو 300، وفي عجول هتجيب الكيلو ونص على مدار ال 24 ساعة. هنيجي نحسب كمية التبن اللي هيحتاجها ال10 عجول طول فترة التسمين 150 يوم. ال10 عجول ان شاء الله هياخدوا منك 5 طن تبن، من 5 طن ل 6 طن تبن. التبن هيكون نوعه قش رز او تبن قمح ابيض تمام. سعر الطن النهارده ب 2200 تمام. يبقى كده معاك 11,000 جنيه سعر 5 طن تبن. ان شاء الله ال10 عجول هيستهلكوا معاك علف مركز عليقه من 6 كيلو ل 7 كيلو. العجل الواحد هيستهلك معاك من 6 ل 7 كيلو، من 6 ل 7 كيلو في اليوم، من 6 ل 7 كيلو في اليوم طول فترة التسمين 150 يوم. وطبعا في ناس هتحط في دماغها وانا اول ما هجيب وهحط له 6 كيلو 7 كيلو، لا، انا بقول لك متوسط الكمية اللي هو هيستخدمها منك. يعني اول ما يجي هتديله 2 كيلو، في 2 كيلو ونص، 3 كيلو، 3 كيلو ونص، 4 كيلو، لحد ما توصل اعلى وزن معاك او اعلى كمية علف هتحطها له في اليوم في نهاية الدورة من 6 كيلو ل 7 كيلو. ولكن احنا بنقول لك المتوسط. يبقى ال10 عجول هيعوزوا منك 10 طن علف. ال10 عجول هيعوزوا منك 10 طن علف، والكيلو واقف معاك ب 15 جنيه، يعني الطن واقف معاك ب 15,000. يعني ال10 طن طول فترة الدورة لل10 عجول ب 150,000. ب 150,000 سعر الطن تقريبا 15,000 جنيه تمام. ينزل شوية يطلع شوية، ولكن احنا بنقول لك السعر تقريبا. يبقى العجل الواحد هيستهلك في الدورة طن علف، في 10 عجول ب10 طن، وسعر الطن النهاردة انا هجيبه ب 15,000. يبقى 15,000 في 10 ب 150,000 جنيه. العجول ان شاء الله ال10 عجول هياخدوا منك ادوية واستقبال وتحصين. يعني اول ما تجيب العجول هتستقبلها عشان حمى النقل، وبعد كده تحصن العجول بتاعتك، وبعد كده طول فترة الدورة عجل يتلكم منك الكرش بتاعه واقف، عجل بيسهل، عجل سخن، عجل برد، عجل ما بياكلش، عجل راكن، في ادوية هتعوزها خلال الدورة. يبقى هتستهلك ادوية من 7,000 ل 10,000 جنيه. هتستهلك ادوية من 7,000 ل 10,000 جنيه. يعني كل عجل هياخد دواء تحصين واستقبال وادوية طول دورة التسمين من 750 ل 1000 جنيه كل عجل
يبقى هنخليها 10000 جنيه ادويه وتحصين واستقبال طول الدوره. تمام. هياخد منك ميه وكهرباء 1500. هياخد منك ميه وكهرباء 1500 جنيه. 750 ميه و750 كهرباء. لو انت بتشحن عداد كارت تمام ال 100 جنيه هتكفيك طول الشهر، لان انت بس بتحتاج النور ساعة دخولك على العجول بالليل، هتعلف هتشرب هتبص عليهم وبتطفي النور. تمام. ف 750 جنيه 100 قوي، يعني كل شهر 150، كل شهر 150 كهرباء وكل شهر 150 ميه، يبقى عاملين معاك في الخمس شهور 1500 جنيه. هنيجي وزن العجل داخل 120 ل 150 هنحسبه 130. تمام. او هنخليه 150 كيلو. العجل النهارده هيديك تحويل من 40 كيلو ل 45 كيلو في الشهر. هيديك تحويل من 40 كيلو ل 45 كيلو في الشهر. يبقى العجل داخل وزنه 150 وهيدينا تحويل في الخمس شهور 200 كيلو. يبقى العجل هطلعه 350 كيلو لحم. 350 كيلو لحم. يبقى احنا قلنا 250,000 ثمن العجول و150,000 علف مركز و11,000 تب، وعندك 10,000 أدوية واستقبال وتحصينات و1500 مية وكهرباء. يبقى إجمالي تكلفة ال10 عجول 422,500 جنيه نهائي لحد ما تيجي تبيع. هنيجي نبيع متوسط الميزان اللي عندنا 350 كيلو. 350 كيلو. تمام. يبقى هنضرب ال 350 كيلو في ال10 عجول عاملين معاك 3 طن ونص. 3 طن ونص. السوق النهارده ماشي 130 و135 و140 على حسب حالة العجل والسن بتاعه واللحمة بتاعته وعلفته. قول هنبيع في 130، يبقى هنضرب 3 طن ونص في 130 عاملين معاك 455,500 جنيه. هتنقص منهم التكلفة بتاعتك 422,500، يبقى صافي ربح ال10 عجول بعد 5 شهور 32,500 جنيه. طبعا صافي ربح ان شاء الله 32,500. طب لو المشروع اتطور معاك وانت وسعت المجال وجبت بدل ال10 20 و30، يبقى هتدخل العماله وهتضيف العماله، فبالتالي الربح هنا هيزيد معاك، فتقدر تجيب عماله تخدم في المشروع بتاعك. ولكن احنا بنقول بدايه تسمين 10 عجول، يعني اي حد يجيب يسمنهم. تمام. بتحط علف الصبح وعلف اخر النهار، وبتستخدم البرسيم في وسع النهار. بتستخدم البرسيم في وسع النهار. البرسيم لما انت بتحشه وبتجيبه وتحطه للعجل على طول، نسبة البروتين اللي فيه من 10 ل 15%. طب لو انا جبته حشيته النهارده واكلت منه ثالث يوم، نسبة البروتين اللي فيه بتعلى ونسبة المية اللي فيه بتنزل، فبالتالي البروتين اللي فيه بيعلى، بيبدأ معاك من 15 ل 18% بروتين. يعني المفروض ويفضل تحش البرسيم وتسيبه يوم يومين 3 يقبل نسبة المية اللي فيه تنزل عشان ما يحلش جسم العجل معاك، وبعد كده تستخدمه. يبقى انت كده هتستفاد منه بنسبة بروتين عالية زائد العلف المركز، فهيديك تحويل كويس. تمام. يبقى صافي ربح ال10 عجول 32,500 بعد تكلفتهم 422,500، وبيعهم بالميزان واقف كده 455,500 جنيه. هنقص منهم سعر التكلفة، هيطلع لك صافي ربح 32,500 جنيه.